السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نهضروا على واحد السوجي اللي فريمون انتريسون واللي بزاف ديال الناس كيلقاو فيه واحد المشكل، هو علاش بنادم كيخاف من الفشل اولا انك ما توصلش لواحد حاجه عادي. خصنا نتعلموا من هذا الفشل، خصنا نتعلموا من هذا لافوت اللي درنا ولا من هذه المشكله اللي طحنا فيها اولا من هذه الحاجه اللي خلاتنا اللور، ونزيدوا لقدام، نتعلموا دروس منها ونزيدوا لقدام، ماشي تخلينا عالقين بلاصتنا. الفشل ما خصوش يكون واحد الحاجه اللي نهربوا بها، خصوش يكون واحد الحاجه اللي نخافوا منها، وانما خصو يكون في الواقع واحد المعلم ديالنا، واحد الاستاذ اللي يعلمنا في الحياه. اي فوت، اي مشكله، اي عائق جانا في الطريق راه هو فرصه باش اننا نتعلموا منه ونزيدوا نكملوا الطريق، ماشي باش اننا نوليو اللور ونقولوا يا ودي فشلنا في هذه دونك لا ما نكملوش. هذا هو لو سيكري انك تحاول انك تغلب على داك الخوف. خاصك تفشل الا بغيت توصل لشي حاجه. كاع دوك الناس اللي نجحوا راه فاتوا بواحد الفشل ذريع وحاولوا عاد باش وصلوا لداك الشيء. هذا الخوف المستمر اللي عندنا من الفشل يقدر يخلينا ما راضيينش على حياتنا اولا يخلينا جالسين في بلاصه وحده ما كنتقدموش. علاش؟ لان خايفين اننا نديروا واحد الحاجه، خايفين اننا نجربوا شي حوايج جداد، حيت خايفين اننا نفشلوا فيهم. بالعكس خاصك تجرب حوايج جداد باش تعرف الحوايج اللي يصلحوا لك او الحوايج اللي ما يصلحولكش. الا ما جربتش حوايج جداد عمرك ما غادي تزيد لقدام، عمرك ما غادي تتعلم الدروس اللي غادي يخليوك توصل لديك الشخصيه ولا داك الشيء اللي راك باغي توصل له. الناس اللي نجحوا في حياتهم راهم ديجا فاتوا بزاف ديال الفشل وبزاف ديال الحوايج وخاطروا باش وصلوا لداك الشيء. هذيك الفشل وهذيك الحوايج اللي فاتوا بهم هما اللي خلاهم يزيدوا لقدام، ماشي خلاهم يوليو اللور. تقبل الواقع ديال ان الفشل هو حاجه طبيعيه في الحياه ديالك. هادشي غادي يخليك تزيد لك تكمل، غادي يخليك تفكر بانه معليش الا خاطرت، معليش الا جربت حوايج جداد، معليش الا فشلت. بالعكس راني كنتعلم، راني كنجرب حوايج جداد، راني كنخلي العقل ديالي يخاطر يجرب شي حوايج اللي ماشي معتاد عليهم. وإلا خسرت ولا فشلت في ديك الحاجه عادي، ماشي مشكل. حتى اللي قبلي راهم فشلوا وراهم وحاولوا حتى وصلوا لداك الشيء. هكا خص البنادم يفكر، هكا خص تكون عندك لا مونطاليتي ديالك. الا كنت ديما كتفكر بانه خصك تكون قوي اولا خصك تكون ما خصكش تكون ضعيف، ما خصك يكون لك الخوف، لا. القوه الحقيقيه ديال البنادم ما كتجيش من انك ديما خصك تكون قوي او ان ديما خص بنادم شي مرات يفشل باش العكس يزيد يقوي ديك الرغبه اللي عنده لداخل وديك العطاء اللي عنده باش يزيد يكمل. هذا غير واحد الفيديو خفيف هكذا على بزاف ديال الناس كنشوفهم انهم كيخافوا انهم يديروا واحد الخطوه جديده، انهم يريسكيو ويجربوا حوايج جداد. علاش؟ لانهم خايفين انهم يفشلوا. ما خاصكش تخاف من الفشل. جرب، فشلت المره الاولى معليش، عاود جرب مره اخرى، عاود جرب مره اخرى، ما صدقتلكش هذه جرب حاجه اخرى، عاود جرب حتى توصل لداكشي اللي راك باغي. اما تبقى ديما خايف انا غنفشل في هذه وانت اصلا ما جربتش، راك ما غتوصل. شكرا على المشاهده ونشوفوا فيديو اخر ان شاء الله.